رسميا نادي الاتحاد يكشف عن تفاصيل إلغاء مباراة الاتحاد أمام سبهان، والاتحاد السعودي لكرة القدم يدعم العميد بعد الأزمة. وقبل البدء هذا المقطع برعاية متجر أضواء، متجر متخصص في كل ما يخص قطع غيار السيارات وإكسسواراتها وتوفيرها بأفضل الأسعار، خصومات خيالية وأسعار لا تنافس وطرق دفع متعددة. رابط المتجر في أول تعليق. كشف مسؤولو نادي الاتحاد برئاسة مار الحائلي في بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية تفاصيل إلغاء مباراة العميد أمام سبهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. ونشر مسؤولو العميد على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس بيانا يتضمن الآتي: يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سبهان تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب. وأضاف البيان: ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي والتي كفلتها الأنظمة واللوائح. واختتم مسؤولو الاتحاد في هذا الإطار يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا وكان من المقرر إقامة مباراة الاتحاد أمام سبهان في تمام الساعة 7 مساء يوم أمس الاثنين على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية في الجولة الثانية من دوري المجموعات بالبطولة الآسيوية. وترددت أنباء عن إبلاغ إدارة نادي الاتحاد حكم ومراقب المباراة بضرورة إزالة التماثيل والصور المتواجدة في ممر الملعب غير المتعلقة بالرياضة من أجل خوض مواجهة سبهان الإيراني، لكن تم رفض ذلك وغادرت بعثة الفريق الملعب بعد تأجيل بداية المباراة لمدة 30 دقيقة.